طيب بداية كده الجمال ده والحلاوة دي والتقطيع الحلو ده، اللون الحلو ده، بصوا حتة اللحمة متقطعة ازاي، رقيقة جدا جدا جدا، حتة لحمة حلوة كده. تخيلوا بقى يعني الجمال ده هيبقى ايه. طيب احنا بقى نجيب حتة لحمة، تمام، ياريت لو من الفخدة، تمام. مش متاح معاكي جربيها في اي نوع لحمة انت بتحبيه، بس كل حاجة بيكون ليها طعمها. ياريت لو هيكون اسهل معايا لو جبناها من الفريزر وقطعناها رقايق بالشكل ده. هنجيب بقى هنتبلها بالبهارات بتاعة اللحمة، شوية كركم كده حلوين، وهنحط شوية ملح وفلفل اسمر، تمام. ما ننساش بهارات اللحمة اللي احنا عايزينها بقى، 7 بهارات او بهارات عادية براحتكم زي ما انتوا عايزين. آه انا هنا بقلب كده، وهنجيب معلقتين زيت، هنحط عليها معلقتين زيت، وهنحط عليها فصين توم، وهنحط عليها معلقتين خل، تمام. اللي عايز يزود دبس رمان مفيش مشكلة، بس انا مش متاح عندي دبس رمان فانا ما عملتوش بيها. وطبعا كده كده انا بالنسبة لي الخل تمام عادي يعني. هنا انا حطيت الملح. انا عايزه اقول لكم ان الطبق العظمه ده، الطبق الجميل ده، هيطلع في الاخر شاورما جميله جدا. كلنا بنحب الاكل بتاع بره واكل المطاعم، فاحنا هنعمله في البيت وهنوفر كتير، هنوفر كتير كتير كتير. يعني الكميه اللي احنا هنعملها لو اشتريناها من بره مثلا هتدفعي حوالي 800 900 جنيه، يعني قولي كده 1000 جنيه كده في الكام سندوتش اللي احنا هنعملهم دول. لا هو اوريدي يعني احنا طالعين بقى من عيد فعندنا لحمة او كده، او هنجيب لحمة يعني نص كيلو لحمة، مش هتبقى مشكلة معايا. وهنعمل ايه طبق الشاورما ده. طيب انا خلاص زودت كل حاجة. هنا بقى جبت طحينة بيضة، مش لسه مش عاملاها طحينة خام، اوكي. جبت كده 3 معالق او 4 معالق طحينة، وهقلبهم كده مع بعض زي ما احنا شايفين كده. ودي بصلاية مبشورة أنا فرماها، مش متصفية ولا حاجة، هي البصلاية اتفرمت وحطيناها كده على طول مع بعض، وهنقلبها تقليب كويس جدا. عايزين اللحمة تاخد من التتبيلة، يعني اللحمة تاخد من كل اللي احنا عملناه ده كده مع بعض. طيب أنا كده في الوقت ده كده هكون بحضر صينية. مثلا عايزة تعمليها في الصينية بتاعة الفرن دي مفيش مشكلة، بس أنا أعملها في صينية خارجية. جبت كده الصينية بتاعتي مش هدهنها حاجة بقى، لأن كده كده الشاورما بتاعتي دي، اللحمة بتاعتي دي واخدة من كل حاجة، الزيت والطحينة وكله مع بعض. أنا بس هفرغ الكمية اللي معايا في قلب الصينية وهفردها فيها كده. أنا مش هقول لكم بقى في الفيديو ده بقى السعرات الحرارية والكلام من ده، لأن مهما قلت مع الشاورما هتتاكل. آه بس بفرطها ازاي، مش عايزة اللحمة تكون فوق بعضها، انا عايزاها تكون عشان تشرب من التتبيلة، صح. كل كده حتة كده مع نفسها كده تشرب من التتبيلة بتاعتها. انا كده هسيبها شوية، يعني سيبيها من ساعة لساعتين، لو معاكي وقت سيبيها، طول ما معاكي وقت سيبيها. في نفس الطبق بقى اللي عملت فيه الشاورما هجيب بقى نص كيلو لحمة مفرومة. بصوا انا مقطعة اللحمة المفرومة من فوق، مقطعة عليه كده حتة ليا، لأن لازم اللحمة يكون فيها على الأقل الكمية اللي أنا هعملها يكون فيها يعني حوالي 25% منها يكون فيها دهون، يعني ليا بقى ناس تحط دهن فيها كده مع الليا، تمام. ليه بقى؟ عشان احنا هنعمل هنا حواوشي. بس في ناس بقى بتعمل الحواوشي اللي هو بتعمل الحواوشي بتعمله لحمة بس، لحمة متبهرة بقى وفي العيش وكده. لا هنعمل كذا حاجة كده في اللحمة دي، هتزود معانا الكمية وهتديها طعم جميل جدا، يعني التست بتاعها هيكون حلو اوي. جربوها، احنا هنعمل كده وهنعمل كده، اللي عاجبه الاكل ده يحبه وياكله، تمام. ما بيحبهوش
الوصفة مثلا ما جاتش معاك، جرب بقى تشيل المكونات اللي احنا هنحطها. انا هنا معايا بصلايه متصفيه طبعا معصوره، بلاش نحطها بالميه بتاعتها عشان مش هتبقى حلوه خالص. انا فرمت هنا بصلايتين كبار، يعني مش كبار قوي، يعني حاجه كده تمام، بس معصورين من الميه بتاعته. اهو كده معايا. هحط عليها برضو فصين توم، هحط شويه فلفل رومي، وطبعا الملح والفلفل بتوعي مش هننساهم، وهحط عليهم فلفل رومي، وهحط عليهم شوية طماطم. طبعا منحطش طماطم كتير، هو كفاية طماطماية كده، طماطماية كده صغيرة كده متقطعة حتت صغيرة كده، وكده تمام اوي. والبهارات بقى بتاعتي تمام، حطي بقى البهارات اللي انت عايزاها. عندك بقى البهارات بتاعت الحواوشي تمام، ما عندكيش حطي ملح وفلفل وبهارات لحمة. 7 بهارات، يعني خليها 7 بهارات. طيب الخلطة دي كده هتتقلب كده مع نفسها كده، تقعد تتقلبي فيها، قلبي فيها كده. انا هنا مش عارفة اقلب عشان بصور بايد، وعاملة بايد ماسكة كده، يعني كنت مشغولة في الوقت ده. فانا هنا هفرمها كويس كده، هوقفها كده شوية وهقلبها كلها مع بعضها. خلي كله بقى يبقى مع بعض، اللحمة مع البصل مع كله زي ما احنا شايفين كده في القلب البتاع. هنا بقى هجيب معلقة كاتشب أو معلقة صلصة، كاتشب أو صلصة براحتك اللي موجود معاكي تمام. وهجيب معلقة زيت، ده عشان هدهن بيها الرغيف من بره. دي بقى حاجة برضو جديدة، احنا كنا بندهنه بالزيت ونحطه كده في الطاسة أو في الفرن، لا احنا هنا هنحطه بالصلصة مع الزيت وهنقلبها مع بعض. هنجيب بقى العيش بتاعنا، العيش البلدي بتاعنا أو أي عيش انت تحبيه، بس أنا الوصفة دي هعملها بعيش بلدي. هجيب العيش البلدي بتاعنا، وطبعا ايه، هقسم ال هقسم اللحمة، الكمية اللي معايا دي هقسمها عشان نشوف هتطلع لي كام رغيف. هقسمها كده، فانا فهمت بقى هي عايزة ايه، فقلت خلاص انا هعملها وتطلع بقى زي ما تطلع. اعذروني لان البرد لسه مش رايح من عندي وعمال يزيد يعني برد الصيف ده مشكلة خالص. فتحت كده العيش بتاعي، هفتحه كده فتحة من فوق، وهحط بقى ايه حتة اللحمة اللي انا عايزة احطها. هاخد كده حتة اللحمة اللي انا عايزاها على قد اللي انا عايزة اعمله، في ناس تقلل في ناس تكتر، كل واحد بقى وبراحته تمام. بصوا ازاي، وهفرده بقى في الرغيف كده، تفردي اللحمة كده في الرغيف. مننساش بقى اللي احنا الصلصة، معلقة الصلصة بالزيت اللي احنا كنا عاملينها دي. هنجيب بقى الفرشة بتاعتنا كده، او مفيش فرشة، بمعلقة كده او بشوكة، وناخد كده وندهن الرغيف وش وظهر، ندهنه كده بالصلصة اللي احنا عملناها، اللي هي الصلصة بالزيت بتاعنا دي، وندهنه كده مع بعض. انا هنا بقى هكمل بقية الكمية بعد ما هدهن ده، هسيب الرغيف دوت وهعمل رغيف تاني وتالت وهكذا، هخلص بقية الكمية بتاعتي. دلوقتي انا هروح على الطاسة، هجيب فيها، بس هحط فيها كده معلقة زيت صغيرة في الطاسة، وهسيبها على النار تسخن عشان نحط العيش بتاعنا دوت في قلب الطاسة. هنا الشاورما بتاعتي خلاص بعد ما اتبلت، راح بقى احطها في الفرن تحت الشواية، مش هشغل فرن من تحت، هشغل بس الشواية كده، وكل شوية هقلب فيها. هي خدت مني تحت الشواية حوالي نص ساعة بعد ما استوت، وادتني النضج اللي انا محتاجاه تمام. نص ساعة، هي خدت مني نص ساعة، ممكن بقى حسب اللحمة تزيد معاكي تقل معاكي على حسب. طيب انا هنا كده قلبتها وطلعتها، بصوا هنا الشاورما عملت ازاي، هنا اتقلبت معايا. هنا بقى هروح ضايفة، هضيف لها ايه، هضيف لها بصلاية متقطعة حتت كده مكعبات، وهضيف لها طماطميتين كده
متوسطين اهو زي اللي انا عاملاه ده كده، وهضيف لها بصل. ما تقلقوش من الميه بتاعه الطماطم اللي بتنزل دي على الشاورما، عادي جدا مفيش مشكله، ان كده كده هي تحت الشوايه ولسه بتكمل سواها، هي كده معايا لسه ما استوتش يعني للدرجه اللي انا عايزاها. هنقلبها كده مع بعض، هنقلب البصل مع الطماطم مع الشاورما. طبعا احنا في الوقت دوت حاطين ايه، الحواوشي بيستوي على النار. هنعمل بقى رغيف رغيف كده. عايزه توفري على نفسك وتوفري وقت ومش عايزه تعمليه في الطاسه، بس انا عشان الفرن عندي كان شغال فما كانش ينفع اعمله في الفرن. هنجيب بقى على صاجة الفرن كده، هندهنها كده، وهنرص الحواوشي كله مع بعض، وهنشغل تحت وهنشغل فوق، يحمر من تحت، وهشغل الشواية كده هينجز معاكي في الوقت كتير. آم، كده الشاورما بتاعتي كده خلاص تمام، مش هتدخل الشواية تاني ولا تدخل الفرن تاني. حطيت لها بقى الزيتون ومقطعه لها كده شوية بقدونس حلوين. هقلب بقى تقليبة محترمة كده بحيث ان كله ياخد مع بعض. عايزة اقولكوا طعمها كان جامد 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 جامد، وخصوصا كمان لما هضيف لها الطحينة كمان دلوقتي. انا هنا عملت سلطة الطحينة جنبها في الطبق اللي انتوا شايفينه ده. احنا طبعا عملنا في فيديوهات كتير قوي سلطة الطحينة اللي احنا عملناها مع بعض. طيب هنا برضو انا ضفت اهو سلطة الطحينة من اللي انا عاملاها كده مع الشاورما، وهقلبها كلها مع بعض. اهم حاجة ان كله لازم يتقلب مع بعض عشان كله ياخد من طعم بعض. انا عايزة اقول لكم شوية الطحينة اللي انا ضفتهم في الاخر دول عملوا طعم جميل جدا 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 لطبق الشاورما الحلو اللي معايا ده. هنا بقى انا معايا العيش الكايزر بتاعي وفتحاه كده، وعايز تعمليه بقى في اي عيش انت عايزاه تمام. ف هدهنه بقى شوية طحينة من سلطة الطحينة اللي انا عاملاها دي، وهنملى بقى الرغيف بتاعنا بالشاورما بتاعتنا الحلوة دي. حاجة عظمة ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا. بصوا الرغيف مليان ازاي وحلو وطعم وجمال بقى، والدنيا يعني جميلة ما شاء الله. بس هنفتح الرغيف تاني وهنعمل رغيف تاني مع بعض. هعمل الكمية اللي معايا زي ما قلت لكم، الكمية بتاعت بتاعت سوري الكمية بتاعت الشاورما اللي معايا دي لو اشتريناها من بره اقل حاجة هندفع حوالي 1000 جنيه في في الكام ساندوتش دول. احنا عملناها وحاجات بسيطة خالص، وعملناها وحاجة نضيفة واحنا عاملينها في البيت بنفسنا. بص بقى الكمية اللي معايا اهي خلاص كده. بصوا الساندوتش حلو ازاي، جميل حاجة كده تمسك كده الساندوتش كده يتاكل تحفة، جميل ما شاء الله. حاجة جميلة جدا. لو عجبكم بقى الفيديو يا ريت تدوسوا اشتراك وتعملوا لايك وتسيبوا لي كومنت حلو كده في الفيديوهات. ودي كانت حلقة النهاردة معايا، عملنا الحواوشي والعيش البلدي، وعملنا سلطة الطحينة، وعملنا شاورما، سندوتشات شاورما. حاجة جميلة كده لغدا أو لعشاء أو لسهرة حلوة. تمام، ما تنسونيش باللايك والشير والكومنتات الحلوة بتاعتكم، لأن أنا بحبها جدا. أشوف الكومنتات بتاعتكم بجد أنا ببقى مبسوطة جدا. يلا أشوفكم على خير، باي باي. محدش يدقق مع الصوت ده عشان ده صوت كيان بنتي فما تركزوش. باي باي.